أهلا بيكم. النهاردة حابب أشارك معاكم حاجتين مهمين. أول حاجة بتاح البروجكت اللي أنا بقالي سنة ونص شغال عليه، بقى completely open source و free to use. واللي ما يعرفش إيه هو بتاح، هو كودينج أوركسترا أو كودينج ايجنت أوركسترا. ومعنى كلمة أوركسترا إن هو مش بيشتغل مع بروفايدر سبسكريبشن واحد بس. لا، إحنا بندعم كذا بروفايدر وبنخليهم يشتغلوا مع بعض ويراجعوا شغل بعض. آه، الكود بيز نفسه معتمد على الهكساجونال اركتكتشر، بمعنى ان احنا مستخدمين كور او بزنس لوجيك شير ما بين ثلاثه انفايرمنتس، هم في اس كود اكستنشن وديسكتوب ابلكيشن وتيرمينال يوزر انترفيس. البزنس لوجيك معتمد على الكودينج ايجنت اس دي كي، على سبيل المثال كلود ايجنت اس دي كي وكودكس اس دي كي از ويل وكيرسر كمان معانا، بحيث ان احنا نمنع اي مشاكل تحصل للسبسكريبشنز بتاعت اليوزر اللي يستخدموا الابلكيشن. تاني حاجه حابب ان احنا نشوفها مع بعض، ان احنا نعمل لايف تيستنج لاخر برانش انا شغال عليه، واوريكم الفيتشر اللي احنا ضفناها ونجرب برضو الفيتشر دي. فانا جيت هنا عملت سيرف للالكترون بحيث ان انا اعمل تيستنج للديفلوبمنت انفايرمنت، وهنقدر برضو ان احنا نعمل لها كونكت للبروفايدرز ونشوف الدنيا دي كلها بتشتغل ازاي. فهنا البيلد خلص والابلكيشن اشتغل هنا زي ما احنا شايفين. اول شاشه طبعا بيقول ان انا لازم افتح بروجكت اللي احنا هنشتغل عليه. فانا هفتح هنا انجولار ابلكيشن مع لايبراريز لل 3 جي اس عشان نعمل 3 دي ابلكيشن برضو، ويبقى فيه الجي ساب انيميشن ويعني يطلع ويب سايت بشكل كويس. طبعا اول ما بفتح هنا الكانفاس ده احنا هنتكلم على الداشبوردز والكانفاس والديفرنت تابس دي كلها بعدين. بس طبعا طالما انا لسه بادئ بحتاج ان انا اجي هنا على السيتنج، وبضيف بقى السبسكريبشن اللي انا شغال عليه، وكل الكلام ده زي ما احنا اتفقنا بالايجنت اس دي كي نفسهم، فكل الكلام ده سيف. فانا عامل هنا كونكت للكودكس ومستخدم التيرا والسول واللونا. ده المين ايجنت بتاعي. يجي بعد كده الفيتشر بقى ايه اللي احنا بنقدمها برضو، اللي انت تقدر تكونكت السي ال اي تولز اللي انت عامل لها انستول، زي كيرسر وزي كودكس وزي انتي جرافيتي وكل الكلام ده. بالمناسبه البروفايدر الاساسي هنا ده احنا بنستخدم الايجنت اس دي كي بالهارنس بالتولز بالفيتشرز اللي احنا بنقدمها، بس البروفايدر اللي احنا بنكلمه في الاخر هو كودكس. في حاله الايجنت اوركستريشن احنا بنستخدم السي ال اي نفسه بالهارنس بتاعه هو، مش بالهارنس بتاعنا. ده الفرق يعني. فانا هنا ضايف برضو اولاما عشان عايز استخدم الكيمي واستخدم الجي ال ام، وضايف برضو كلود عشان عايزين نستخدم الاوبس نجربه في الفيتشر بقى اللي انا عايز اكلمكم عليها. فانت بعد ما تعمل كل الكونفيجريشن ده، وبرضو لو حابب تعمل اللي هو البريفيرد بحيث ما الايجنت يشتغل، برضو على فكره الفيتشر دي كبيره جدا. فيعني خلينا بس نعمل السيت اب ده ونجرب الفيتشر الاساسيه اللي انا عايز اتكلم عليها، اللي هي التريبونال. فكره التريبونال اللي انت عندك كذا بروفايدر، فانت تقدر تران بروفايدرز دول بكذا ورك فلو، زي الاوركستريشن ورك فلو اللي هو يبقى هيراركي. اول حاجه المين ايجنت يشتغل وبعد كده يسبقون سب ايجنت. في الحاله دي هيسبقون ديفرنت سي ال اي بقى شبه كودكس ولاما وكل الحاجات اللي احنا ضفناها دي. وتقدر ان هم يراجعوا شغل بعض، يعملوا مثلا جادجمنت للريفيو او ريفيو لاوتبوت معين وهكذا. اللي احنا هنجربه مع بعض النهارده اللي هو الفورج. الفورج ده عشان احنا هنشوف بابليك ويب سايت مشهور شويه، نعمل له زي كلوننج كده ونخليهم كذا بروفايدر يتسابقوا هم يطلعوا كواليتي كويس. فاحنا هنستخدم هنا زي ما اتفقنا الكودكس، وهنستخدم انتي جرافيتي وكلود ونستخدم الاولاما. خلينا نستخدم اتنين اولاما، واحد مع الجي ال ام 5.2.5، واحد تاني مع الكيمي 2.7 ده. تمام كده. خلينا برضو نحط الايفورت بتاعتهم تبقى ميديوم عشان ما يستهلكوش كتير. نيكست. تمام. دلوقتي طبعا زي ما احنا شايفين الورك فلو ده المين كوندكتور بتاعنا اللي على الشمال. ودول السيشنز الجاهزه اللي كل ايجنت بقى يشتغل فيها. طبعا انا اقدر اكبر واصغر الكلام ده بس مش مشكله دلوقتي يعني. فاحنا بنتكلم بقى دلوقتي في التاسك. انا بصراحه فكرت في الموضوع ده كتير قوي، فلقيت ان احسن حاجه احنا نشوف بابليك ويب سايت يكون خفيف كده، والديزاين بتاعه سهل، اللي احنا نحاول نعمل له ريديزاين بكذا شكل. فلقيت طبعا اللي هو الكوفيه ده مشهور جدا بناء على الباشمهندس محمد نجاتي. فاحنا حابين ان احنا ناخد حاجه زي كده ونشوف
المودلز هتقدر تطلع لنا ايه. This website is for Kufaya. Let's enhance it and try to ask each of our main list to provide different architecture and different design based on the technologies and the tech stack we have on this project. هنشوفهم كده هيرنوا مع بعض وان شاء الله الدنيا تشتغل. طبعا انا في الديفلوبمنت انفايرمنت، فانا ممكن اكسبكت كام مشكله كده ونحاول نشوف هنحلها ازاي برضه، بس ان شاء الله الدنيا تشتغل مظبوط. خليني برضه احطه في الاوتو مود، فول اوتو. طبعا هنا زي ما احنا شايفين كده بيعمل ورك تري، بيسطب الشغل من الاول، بيعمل ورك تري لكل سي ال اي من دول، بحيث كل واحد يشتغل في ورك تري منفصل. كده بدأ يعمل سباون للديفرنت ايجنتس زي ما احنا شايفين كده. احنا ممكن نخلي الايجنت ده يوقف شغل لحد ما يخلصوا، بدل ما هو يقعد يقرا الستاتس بتاعتهم. انا في مشكله شايف برضو ان هو مش راضي يخليني افولد اكتر من 3. مش عارف ليه الموضوع ده. انا اظن انا عامل كده بس في الاوركستريشن العادي مش في التريبونال. فهو المفروض كل دول كده اول ما انا بعمل فولد لده هو بيعمل اوتوماتيك انفولد لده، فمش عارف، مشكله رخمه قوي. دلوقتي اظن اولاما كلاود خلصت بالجي ال ام، وكودكس برضو خلص، والانتي جرافيتي خلص. لسه باقي كلود والاولاما مع الكيمي. فخلينا ممكن نقول له كده يخلي كل واحد من دول يرن تيست فيرجن، ونشوف هل هيعرف يكلمهم برضو، لان انا اقدر ابعت لهم فولو اب مسج من هنا، والمفروض الايجنت يقدر يكلم نفس السيشنز دي تاني بحيث ما يفتحش سيشن جديد. خلينا نتست الموضوع ده، هل هيعرف يعمله ولا للاسف هيفتح سيشن جديد، عشان نتست برضو واحنا شغالين يعني. تمام كويس، وكده رنهم هما تاني فالموضوع تمام. هو المفروض يكون قال لهم ان كل واحد يشتغل على آه، بورت مختلف. مش عارف اقول لهم كده ولا لا. انا بقول له دلوقتي هو سألهم ان هم يفتحوا هيدلس او مع البراوزر اوتوميشن، ولا اللي هم يرنوا السيرف كوماند. شغال. ده اظن كان الجي ال ام. انتي جرافيتي. مش شغال ولا ايه؟ لسه بيعمل سيرف. تمام. رمز الصمود فن النسيج والأناقة المعاصرة. بس بيزك أوي يعني، أظن الجي ال ام أحسن بكتير. أوكي، هو عامل 3 دي بريفيو، المفروض اللي ده مثلا للكوفيات أو حاجة. آه... أوكي. لا تصدق والله ما خدتش بالي من الموضوع ده. هو عامل زي بريفيو للكوفيات ب 3 دي، فده المفروض اللي هم ينزلوا بقى ال 3 دي موديلز يعني. اوكي.
والله مش بطال برضه يعني. هو معتمد اكتر على ال 3 دي بريفيو لل. اوكي حلو شغال. في فكرة برضه يعني. طب يعني طب مقارنة بده. هو كان كام؟ طب ثواني. هو ده ممكن يعني كفيجوالي كويس شوية، بس التاني الريليشن مع البيزنس. يعني الفوكس بتاعه ان هو فعلا يدي اكسبيرينس كويسة للبيزنس اللي هو معمول نفسه، يعني اللي هو يظهر ال 3 دي للكوفيات برضو، والماتيريالز لما تتعمل ك 3 دي موديلز هتبقى جميلة جدا يعني. اظن هيبقى لقطة ممكن مع الاتريشن برضو يطلع حاجة احسن من كده بالنسبة للالوان والحاجات دي. وكودكس برضو انا لحد دلوقتي مش عارف هو بيحاول يعمل ايه. بس الكيمي خلص. خلينا بقى اجرب انا اللي ابعت له فولو اب مسج. ان شاء الله تشتغل يا كمان. ايه طب اشتغلتي ولا لا؟ اوكي تمام. مية مية. برضه ده انت بتحاول تعمل ايه بس؟ الموضوع ابسط من كده يا جماعة والله. ده شبيه شوية بالجي ال ام. الجي بي يو عشان نستخدم ال 3 جي اس اظن الجي بي يو فيرجن، فممكن متقلة البراوزر شوية. انا بحاول اكليك ما فيش حاجة بتحصل. برضه حاسس ان في حاجة هنا ناقصة او حاجة. ده اللينكس مش شغالة طيب ولا مثلا في مشكلة؟ في أظن في مشكلتي، لأ ده حاجات عادية. يعني أظن ده ممكن أقل سكور لحد دلوقتي. ده اللي هو الكيمي كي 2.7. بالمناسبة اللي هو كيمي كي 3 اللي هو نازل جديد، أنا بس عشان القلامة بيستخدم الاكسترا يوسج عشان أقدر أستخدم الكيمي كي 3، عشان كده ما قدرتش أجربه. بس أظن كان هي يعني من الاكسبيرينس بتاعتي معاه إن هو كان هيعدي كل دول. ممكن نبقى نجربه في يعني أشتري له سبسكريبشن هو كمان ونجربه في فيديو تاني. أو لو حد عنده سبسكريبشن يا ريت يحاول يرن حاجة زي كده ويقول لنا الاكسبيرينس بتاعته ماشية ازاي. 4217 ده بتاع كودكس. مش هيشتغل خالص. واظن بيعمل ايفالويشن منه لنفسه كده وبيقف يعني. مش عارف ليه لسه الكلود شغال لحد دلوقتي. انا خايف يكون السبسكريبشن بتاعي خلص، لان انا المفروض اعمل ريست بكره. وانا كنت حاجه و90 97 او 96%. فان شاء الله يعني يكمل معانا. بس كده من التلاتة السكور أظن الجي لام، بعد كده الأنتي جرافيتي، بعد كده الكيمي. لسه هنشوف كودكس وكلود هيعملوا إيه. اه اوكي حلو ده. بس ال 3 دي فيوينج بتاع انتي جرافيتي جميل. شغال.
ايه ده في ساوندز كمان؟ شكله عامل حاجات وانا مش واخد بالي. وانا لو ضفتها كده ادت، والله ده الوحيد اللي مشغل حاجه زي كده. معقول. ما اظنش ده مشغل الشوب، أو الشوب مش شغال. ولا ده برضه في ده مش مشغل حاجه خالص. وده الممبرشيب او الباجز مش شغاله. فين الفيو برايس مثلا؟ اد تو باج، والباج مش شغاله. مش شغاله. لسه باقي كلود، واظن خلص ووقف الديب سيرفر برضو. اوكي. خلينا نساله كده. خلينا نظبط له حاجه كده بس الاول، عشان اظن ان هي عشان يقدر يستخدم اللوكال هوست. اوكي. تمام كده. ودي شغاله تمام. هو اتمسح ليه بس؟ خليه هو يعرف البورتات بقى، انا مش هقعد اكتب له البورتس. وده انا قلت له اصلا يشغله على البورت اسمه ايه. اوكي. لا، هي عايزه ريلود تاني عشان في انيميشن كده ما ظبطش. انا مش عايزه ينزل صور، عشان برضو الموضوع ما يبقاش سرقة علني. بس ممكن لو نزل صور او شوية كونتنت كده الموضوع يختلف. هو في حاجة كان ظهر في انيميشن ظهر واما عملت ريلود ما اشتغلش ليه؟ اوكي. مش عاجبني برضه يعني. حاسس ان هو في حاجة كده بس مش مظبوطة مع ال 3 جي اس. انا ممكن لو قلت له يعمل له هو تيست ممكن يكتشف المشكلة ويحاول يحلها. لان بصراحة مش ده الاوتبوت بتاع اوبس. طيب عشان ما اطولش عليكم، هو لسه بيعمل ايفالويت للريزلتس. انا طبعا كنت حابب بس اللي انا يعني اخد فكره كده عن الموضوع. وطبعا لو انا بعمل فعلا الشغل ده هبدا بقى اللي انا اشوف في اتجاه معين وابدا انهانس فيه. او ممكن اللي انا اكمل معاهم برضو شغل بحيث اخلي كل واحد ينزل اكشوال ريسورسز ويعمل اوتبوت احسن من كده يعني. انتوا لو خدتوا بالكم في الاول انا كان يعني البرومبت اللي انا كتبته في الاول كان حاجه كده يعني كلمتين وخلاص من دماغي. ما شاء الله هتطلع ريبورت بقى لكل الشغل دلوقتي اللي خلص. فممكن ابقى ريفيو معاه كده وبقول لكم النتيجه النهائيه. سلام.